السلام عليكم. قايتك عن بالنا بلي أكبر مصيبة ممكن الواحد يحس بها هو غير يفقد ولاده ولا واحد من فاميلته. ألا بها كش أب ولا كش أم إذا شاف وليدهم صرات له مكروه ولا صرات له شي حاجة ماشي مليحة واش دوك يديرهم. ألا بها واش رايك إذا كاين كش واحد كان رايح يقتل وليده بيده؟ هذا هي قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل، وكيف نزل هذاك الكبش وصح باش الشيطان يوسوس له باش ما ينفذ أمر ربه، وكيف نزل هذا الكبش ومنين جا. ولا حنا نديروا مناسك الحج ولا نديروا رمي الجمرات غير نديروا الحج. هذا هو اللي دوك نشوفه في هذه الحلقة. السلام عليكم يا جماعة في مقطع جديد وحلقة جديدة. معكم دغرار آمير في مقطع جديد. عن بالي لأول مرة في القناة دوك ندير لكم حكاية يا جماعة، وكيف باسكو العيد الكبير راهو قريب ديسيديت ندير لكم حكاية تاع سيدنا إسماعيل مع باباه إبراهيم. دوك نوري لكم دوك نحكي لكم كيفاه بدا العيد الكبير. على بها هيا نبداو. قايتك تعرفوا إبراهيم أبو الأنبياء اللي تصدى للنمرود واللي اصطفاه الله بمعجزاته الكثيرة، خي تعرفوه. بالصح المشكل اللي كانت تنغص حياته اللي هو الإنجاب. مرته اللي اسمها سارة كانت عاقر ما تقدرش تنجب، وهذا هو اللي زعفها بزافة. كانت حابة راجلها إبراهيم يكون فرحان يكون عنده وليد ويخلفه. في هذاك الوقت سارة كانت عندها خادمتها اسمها هاجر. ألا بها وش دارت ختنا سارة دي سيدات تتزوج هاجر لراجلها إبراهيم. راكم شايفين وش صرا؟ سبحان الله، دي سيدات تتزوج راجلها بمرأة واحدة أخرى. هذا تحدي كبير عن بالكم. ألا بها وافق إبراهيم، هذا كان أمر من الله ماشي هو اللي حب، كان أمر من الله. بعد هذا تزوج إبراهيم مع هاجر وانجبت ولد اسمه إسماعيل. بعد كانت سارة تحس بالغيرة في قلبها غير تشوف إبراهيم فرحان مع هاجر. بصح واش هذه كانت الفكرة ديالها. تمر السنين وسيدنا إبراهيم يربي في وليده إسماعيل، ومن بعد يعلمه كيف يتعامل مع الناس، كيف يكون متدين، كيف يعبد ربي، حتى باش ولا ما نقدرش نوصف لكم خير منا كامل. بعدك نهار إبراهيم نام نومان بلي راهو يذبح وليده إسماعيل. قال في روحه خلاص هذا كوشمار برك هذا ما كان. بدا عاود رقد، بدا زاد نام هذاك النومان ناض قال برك هذا نومان برك هذا ما كان كوشمار. بدا زاد رقد، بدا زاد نام هذاك النومان لثالث خطرة. تماك عرف بلي هذا ماشي نومان نورمال، هذه نبوءة. تماك عرف سيدنا إبراهيم اللي ربي راهو حب منه يذبح وليده إسماعيل. كان هذا أكبر تحدي وأكبر عذاب حس فيه إبراهيم. كيفاه ربو كان حب يذبح وليده. تحدي كبير يا جماعة بزافة. بصح واش اللي متوقع من سيدنا إبراهيم؟ ديرك جاب الموس وكان رايح يذبح وليده ديرك. بس قبل هذه سيدنا إبراهيم قد يقول في روحه يخ كيفاه تقول هذا لمرتي ووليدي، كيفاه نروح نقول لهم بدنا نذبحوا ولا نروح نذبحوا بلا ما يحاسوا ننفذ أمر تاع ربي. خلاص هذا كان اختبار صعب من الله. بصح سيدنا إبراهيم دي سيدا يديرو هو نبي من أنبياء الله، ما لازمش يعصي أمره. ألا بها جاب الموس جاب وليده وراح للمذبح. إسماعيل سقسى باباه وعلاه رانا رايحين للجبل. بعد قال له بابا إبراهيم دوك نديك لتماك ومن بعد دوك تفهم. بعد قال له إسماعيل أوكي بابا. راحوا لتماك وهما في الطريق كنت مع متلاقى إبراهيم. اكتبوا لي في لي كومنتير، حبسوا الفيديو اكتبوا لي في لي كومنتير مع متلاقى إبراهيم. تلاقى بإبليس قاعد طريق، وإبليس يقول سيدنا إبراهيم اسمع ما لازمش تقتل وليدك، هذه الذرية ديالك وش بيك راك حابة تنفذ أمر ربك باش تقتل الخليفة ديالك، وش بيك ما لازمش تقتله. بعد واش دار سيدنا إبراهيم؟ جاب حجرة ورجم بها إبليس. وبدأ إبليس يوسوس له خطرة واحدة أخرى، جاب الجمرة الثانية رجموا بها.
بعد زادوا سلسلة الخطرات طروازيام، جاب الحجرة طروازيام رجموا بها. بعد قد يوصلوا حتى باش رجموا 7 خضرات. بعد إبليس بعد عليه عفط عليه الله ما يرحموش. بعد فهمتوا دركا واله في مناسك الحج نرميو 7 جمرات على جل هذه الحادثة. ومن بعد سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل لحقوا للقمة تاع الجبل. تماك دوك تبدا لحظة الاختبار الحاسم. جاب إبراهيم الموس ديالو وقال لوليدو إسماعيل راني نمت في نوماني بلي راني رايح نقص لك، هلا بها واش دوك دير. تخيلوا سيدنا إسماعيل غير سمع هذا واش قال. هيا دوك ما تتوقعوش واش دار سيدنا إسماعيل. راح واش قال له؟ فلتنفذ ما أمرت به يا أبتي. خلاص دوك بك نولو كيما هما، ما نخافوش من الموت وننفذ امر تاع ربنا ان شاء الله غالب. دوكا جاب حبيله سيدنا ابراهيم وربط بها وليدو. بدا جاب الموس اشهر سلاحه سيا يقتل سيدنا اسماعيل، راح يضربه بالموس. بصح صارت المفاجاه، سيدنا اسماعيل ما ماتش، قاعد حي. سيا يقتلوا الخضره الدوزيام وما ماتش. بدا سي يقتل الخضرة الطروازيام بصح جاء ملاك من السماء قال له وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. تماك خلاص فرح إبراهيم فرحة كبيرة، خلاص راوسلك وليده والذرية ديالو دوك تستمر إلى أجل غير معلوم. بعد وصر في هذاك الوقت ربي أنزل منه كبشا من السماء. حكاية هذاك الكبش دوك نحكي لكم في فيديو واحد آخر. نزلوا هذاك الكبش، بدأ أمر الله تعالى أنه سيدنا إبراهيم يذبح هذاك الكبش. راح يذبح هذاك الكبش وقدامه قربان إلى الله تعالى. تماك ولينا كل عام نحتفلوا بهذا العيد. خلاص في هذاك الوقت بدأت أول أيام عيد الأضحى المبارك. الا بها يا جماعه، اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لنا ان بوس بلو، طابوني في لاشين يوتيوب باش كل حاجه جديده تلحقكم. واذا حبيتوا حكايات واحد اخرين كيما هادو ما اكتبوا لي تحت في لي كومونتير. سلام. I'm better hit him with the rest, let him hear this. With this war tour, better be a field trip. Sack it up and then I double it. No time for mumbling, show him more trouble is. Been on my team, plotting my things, living my dreams. Yeah, as I've seen. Word around here, been blessed. Everything you hear, my best. The game looks clear, no test. Won't stop till my peers sesh. Won't stop, no, I don't rest. All you wanna talk about is how rich you are. Made 1 million, about 50 cars. Your label sucks, stuck in a 316. Not Harrison, but I'm still in absurd. Yeah, I'm a man of my word. The music finally better burst. They wanted me dead in a hearse. They wanna copy how I work. I hit them like, yeah, good luck. From the sun up to the moon up, I made tracks.